السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد. الأهلي بيتعادل مع زد. كلنا طبعا عكس التوقعات، كلنا طبعا قلنا الأهلي هيكسب مستريح. خلاص ليه بقى؟ عندك ماتش الزمالك وبيراميدز بقى هيدعكوا بعض، ممكن يتعادلوا، ممكن مش عارف ايه، فانت تكسب زد وركز في الماتش بتاعك عشان تتصدر الدوري وتريح دماغك. انت عايز تنافس على بطولة. ازاي بقى تنافس على بطولة وانت اصلا ما بتعرفش تضغط؟ النهارده يا ستروب بنتفرج على الاداء بتاع لعيبه الاهلي. انا مش حاسس باللعيبه، انا مش حاسس بالسكواد، انا مش شايف فرق. انا شايف لعيبه عاديه جدا. زد بتلعب احسن من النادي الاهلي. ده في يعني زد عملت تحولات كتيره جدا، عملت تيكي تاكا ما بتتعملش غير من نادي برشلونه. برشلونه اللي بيعمل الحركه دي، اللي يطلع من عند الحارس المرمى وبيطلع بهجمه مرتده وهجمه منظمه 1 2 ويروح بيها لحد الجون يجيب جون. محدش بيعمل كده غير برشلونه. النهارده زد عملتها مرتين ثلاثه في الدقيقه 45، عملتها ولا اروع، لحد ما راحت للبنوبي وكان هيجيبها جون لولا ياسر ابراهيم عمل تاكلينج وعرف يطلعها. من نجوم المباراه ياسر ابراهيم. وعملوا واحده تانية اللي طلعت اوف سايد وقلنا الحمد لله نرجع. لكن انت مش هم بيضغطوا عليك بيغلطوك. الاهلي ازاي مش عارف يضغط؟ ازاي الاهلي مفيش الثقافه؟ انا مش مصدق. طب الاسكواد اللي عندك ده كله مفيش اي حد عمل فرق خالص غير واحد نزل عنده دم. مين هو؟ تريزيجيه. تريزيجيه لما نزل انا حسيت في روح الاهلي رجعت، في حاجه بتحصل. ومحمد شريف برضه لما نزل ضيع برضه في كذا كور ضيعها، وكور جت في العارضه اخر حاجه في اللقاء. يعني لو ركز شويه لسه نازل بس جت في العارضه. هنقعد لحد امتى تحت الضغط ده؟ من اسوأ الدوري في تاريخ الاهلي. اي فرقه بتحط في الاهلي جون بكل سهوله. الشناوي جون طبعا كوبري. ما اعرفش الشناوي برضه ما كانش، او الجون التاني برضه يعني ما اعرفش برضه يطلع عليها صح. الشناوي حظه وحش، يعني انا من محبين الشناوي بس الشناوي حظه وحش. كنت اتوقع لو شوبير كان واقف كان ممكن يطلع الجون اللي دخل فينا النهارده ده. التغطيه بلح، مفيش حد بيغطي حلو. عندك يوسف بالعمري ده مكسب جامد جدا. يعني ترومب برضه يعني علامه استفهام، كانش مقتنع ويقول لك اصل ده بعيد ولسه ما جهزش فنيا وبدنيا. يوسف بالعمري لما بيلعب دلوقتي مع الاهلي حسسنا بالباك الشمال. بقت الخطوره من عنده. محمد هاني شكله راجع محمد هاني بتاع زمان. عرضيات مفيش، ده مفيش، ده مفيش. علي لطفي النهارده رجل المباراه، طلع كورتين ثلاثه من الاهلي انا ما اعرفش يطلعهم ازاي. واحده من مروان عطيه وواحده من امام عاشور، طلعهم ازاي انا مش عارف. وفي كوره طبعا كان محظوظ قوي واهمال شويه من طاهر في السكس يارد. طاهر حطها مرتين في ايد علي لطفي مكان علي لطفي ما هو واقف. طبعا حلقه دم جامده جدا. بالاداء والمستوى ده، بالاداء والمستوى ده بيخلينا اللي احنا خلاص كده احنا هنروح الروديس هنشيل من الترجي. الترجي هتكسبنا، ايوه بمستوانا ده الترجي هتكسبنا. انتوا مستنيين ايه؟ احنا كده مستنيين ايه؟ الترجي لو نزلت هجمت عليك هنا في استاد القاهره في وسط جمهورك ممكن تكسبك. الجيش الملكي عملها. الجيش الملكي صعد على حسابنا. قلنا احنا هنرده في الملعب، احنا هنجيب حقنا في الملعب، ولا جبنا حقنا ولا اتنيلنا. لاني خلاص اتعادل برضه ووصلهم. ما عرفنيش نجيب جول. والاستاد كان مليان وكل حاجه كنت عايزها موجوده. كنت عايز ايه تاني؟ انا كنت عايز افهم بس كنت عايز ايه تاني؟ الاهلي النهارده الجماهير بتشجعك لحد اخر ثانيه. بقت الدم والغل بدا يشتغل في اخر دقايق. طب احنا فين من اول الماتش؟ ما احنا المفروض اول الماتش نلعب نكسب مستريح، نجيب جون والتاني والتالت.
اي فرقه عارفين اي فرقه بتدافع وهتطلع لك بالتحولات وهتطلع بالمرتدات. انت بقى مش عامل ليه بلال ده؟ خطتك انت فين في ده؟ الفكر فين في ده؟ لما انا اقعد اضغط على فرقه بتدافع، لما الفرقه دي تعمل المرتده، انا فين بقى من ده كله؟ انا فين؟ انا شايف تروب، لا تروب كده حلو قوي عليه. انا شايف تروب اخر الموسم ده، انا ما اعرفش في ايه الصراحه في المدربين. انا مش بنيجي نجرب. الاهلي بقى للتجربه، تجربه صفقات مدربين، تجربه لكل حاجه. يجيب لك كاموش مش عارف يبوظ، يقول لك ده اعاره بس 6 شهور، لو فشل هنمشوه. مروان اوتاكا اعاره برضه 6 شهور. هو في ايه يا جدعان؟ هو احنا بنجرب اللعيبه دلوقتي؟ هو في ايه؟ مش كده. ما احنا بنشوف الفرق التانية اللي بتنافس. بيراميدز بتنزل عايزه تكسب، بنكسب بالثلاثه. الزمالك فيها مشاكل الدنيا كلها، عملت ايه مع زد؟ الماتش اللي فات على طول كسبوا 2-1. ولما زد حبل اتعادلت على طول مع الزمالك، ايه اللي حصل؟ الزمالك ردت عليها وضيعت ياما برضه الزمالك. عرضتين، واحده لعدي وواحده لبيزيرا برضه كان للزمالك. هو في ايه؟ مش كده، مش كده بجد والله. طب النهارده اتصادفت ان سيراميكا تعادلت هي كمان. كده في النقط هي بقت 37 سيراميكا دلوقتي، و37 الاهلي، و37 زمالك وبيراميدز. طب بكره بقى لو بيراميدز والزمالك اتعادلوا، بقى هما كده كده فوقك وانت التالت. طب واحده فيهم كسبت، واحده هتتصدر وهتبقى بعيده عنك، والتانيه فوقك برضو بنفس النقط. ايه بقى ده؟ ليه؟ لان انت خط الدفاع بتاعك ضعيف. الدفاع بتاعنا ضعيف. فين الاهلي اللي قلنا الاسكواد، ونلاقوا المدرب، ونلاقوا تيكي تاكا، في هجمات مرتده، في جمل بتتلعب، في عرضيات مفهومه، في حاجات بنشوفوها. انا شايف سبهلله. بن رمضان ده ساب كوره، بن رمضان ده خلاص شكرا. طاهر متشكرين. امام عاشور النهارده من اقل المطوشه اللي لعبها. لا في حاله سرحان وتوهان في النادي الاهلي. لازم كابتن محمود الخطيب، كابتن سيد عبد الحفيظ، لازم يقعدوا مع اللعيبه، لازم يقعدوا مع الاداره، لازم يفوقوا، لازم يفوقوا اللعيبه. احنا كده هنخسر دوري وافريقيا. احنا طلعنا من كاس مصر. كده احنا هنطلع من افريقيا وهنطلع من الدوري مش هناخدوه. لازم يبقى في حل. لازم نرجع الاهلي تاني، نرجع الروح تاني للفانيلا. لكن اللي احنا بنشوفه ده غلط. ده احنا بنتعب. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. يا رب الحلقه تكون عجبتكم. ما تنساش تعمل متابعه للصفحه وتعمل اشتراك، واستنوني في فيديو جاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.